السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كيفكن يا بنات؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير وأنتوا عم بتشوفوا فيديو. اليوم رجعت لكم بفيديو لطيف. إن شاء الله تحبوه. يلا هاتوا قهوتكم أو أي شيء أنتوا بتحبوا تشربوه عشان تتفرجوا على الفيديو تستمتعوا فيه، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك وتعليق حلو. الله يجبر قلبكم وخاطركم. طبعا اكيد شفتوا الاجواء الحلوه، حبيت اترك لكم الصوت لحتى تتفرجوا وتنبسطوا معي. هيك رجعت لكم اليوم بفيديو حلو خفيف، يوم صيفي بامتياز. مثل ما شفتوا اول الفيديو كان هيك روحة على البحر. يعني بتعرفوا ان اللي متابعتني من البنات بتعرف انه انا هون ساكنة بليبيا، والبحر موجود على طول الساحلة. يعني ما شاء الله كتير كتير حلو يا بنات. مثل ما شايفين رجعت لكم بوصفة حلوة وطيبة وشامية أكيد بحت. اليوم هيك وصفتنا هي الحراق بإصبعه. أول شي حطيت على النار العدس مشان ينسلق، وبعدين اللي شفتوه هداك تمر هندي. التمر الهندي أول شي حطيت له مي وغليته غلوة لأني أنا بدي استخدمه للطبخة. خبروني انتو يا بنات كيف بتعملوها هاي الوصفة، واللي مو مجربها يجربها. كتير هي أكلة طيبة، واحنا بنسميها هيك يعني أكلة الجماعات وأكلة يعني أكلة لمة بنات، قعدة عيلة كبيرة. يعني هي الطبخة حلاوتها انها تكون كميتها حلوة كبيرة وتوزعي حتى منها، وكتير طيبة. هلا هون عم بعمل العجينة. حطيت بالعجينة الطحين الملح ومي فقط لا غير، ما فيها شي تاني ابدا يا بنات، وعجنتها. هلا في ناس بتحط لها المعكرونة كمان بتكون سريعة، او هي اصلا هلا صاروا ينزلوا لها المعكرونة كأنه عجين، يعني ما فيها تعب. يلي متوفر عندها بتقدر تحطها، واللي مو متوفر بتعمل العجينة كتير سهلة، يعني ما بدها تعب. وانا بالنسبة إلي جربتها بكل الطرق بالعجينة يا بنات، اطيب كتير وطعمتها غير. هلا هون شايفين التمر هندي بعد ما غلوة على النار. شوفوا ما شاء الله لونه. اللي بيعرف التمر هندي بيعرفوا انه هو مشروب بنقدر نشربه، واحنا بنستخدمه بالطبخ. يعني احنا بنستخدمه بهي الطبخة بديل عن الحمض. يعني وما بتقدري تستغني عنه فيها لانه هو بيعدل الطعم. يعني انك تحطي ليمون او حمض ليمون، يعني ما بعرف، انا جربتها بس ما حبيتها ابدا الا بالتمر هندي. انتوا خبروني يا بنات شو رأيكم؟ هلأ بدي صفيه لأنه مثل ما شايفين هو مثل الحبيبات فيها تكتلات، يعني لازم تصفيه وما ينزل منه ولا شوائب أبدا. هلأ مثل هيك بتقدروا تصفوه. إذا كان تقيل بتزيدوه مي، بتحطوا له سكر، بتحلوها. انتم ما بتحبوه بتحطوه بالبراد. يعني هذا مشروب صيفي بامتياز. يعني احنا هذا كنا نعمله دايما برمضان، موجود على السفرة، كتير كتير طيب. هلا هي الكمية أنا حطيت نصها للحراق بإصبعه، وخليت النص التاني عندي مش عندي أعمله مثل العصير. هيك مثل ما شايفين لازم نصفيه كتير منيح. خبروني يا بنات شو عاملين؟ قربت المدرسة، شو مخططين، شو عاملين؟ المدارس على الابواب وما بضل لها شي. هلا هون لسه بدها اسبوعين لتفتح. في بلدان تانية داوموا تقريبا. الله يهدي بالنا يا رب ويبالكن، ولا ما بدنا ننسى دعائنا لإخواننا بغزة. الله يفرج همهم يا رب ويكون معهم وينصرهم، اللهم آمين يا رب العالمين. ايه وهون مثل ما شايفين هلا صفيت منا كمية ورجعت خليت الباقي زته مي مشان انه ارجع بدي صفي اعصره وصفي. هلا لباقي طبختنا بدنا توم اساسي الطبخة، توم، البصل، الكزبرة. هلا البصل بدنا نعمله مثل البصل المجدرة بدنا نقليه. كمان عنا راس توم كامل بدكم تستخدموه، وكزبرة. يعني هاي الأكلة بتحب التوم الكزبرة البصل. شوفوا قديش ما شاء الله كلها فوايد. يعني كل الشغلات أول شي طعمها طيب واللي فيها فائدة مجموعة بهالطبخة، وما شاء الله يعني أنا ما بتهيألي إنه فيها شي بضر يمكن. وهي أساسها طبعا بزيت الزيتون يا بنات. يعني زيت الزيتون كتير طيب فيها. هلا هون عم أقشر البصلات.
مشان بدي اعملهم جوانح، بدي اعملهم هيك جوانح مشان احط لهم زيت واقليهم بالزيت. وعندي الثوم وعندي الكزبرة، يعني لازم تحطوا بقلبها كزبرة وثوم وعلى وشها مشان التزيين. انتوا شو متوفر عندكم، يعني انتوا شو كان بتحبوا تحطوا له وتحبوا لا، يعني بس هدول الشغلات ما بتقدروا تستغنوا عنهم. يعني إنهن اساسيات بالطبخة. خبروني يا بنات من وين عم بتتابعوني، اكتبولي بالتعليقات، تعليقاتكم كتير بتفرحني. الله يكبر لكم وخاطركم. كتبولي اذا انتم بتعرفوا هالطبخة او لا، او عندكم طبخة قريبة منها. هلا في طبخات سبحان الله المكونات الاساسية نفسها عم بتكون، بس يعني في زيادة بالمكونات الاضافة الكزبرات توم. هلا مثل ببلاد تانية في نفسها عدس وعجين بضيفوا لها البصل، بس ما بيحطوا لها الكزبرة، ما بيحطوا لها الثوم. يعني سبحان الله كل بلد ومشتهرة بشغلة إلها. أنا بحسها هي طبخة شامية يعني. يعني بحس حتى بباقي المحافظات مو كتير، مو نفس الطريقة بيعملوها. هلا هيك مثل ما شايفين بساويت البصل وبدي احطه على النار، وححط له زيت مشان ينقلى. هلا هيك فرمت الكزبرة كلياتها الخضرة. شو طيبة الكزبرة بالطبخ يا بنات، انا كتير بحبها بالطبخات تكون تازة فريش. هيك فرمتهم، انا كنت منقيتهم ورابطتهم، ولما فرمتهم قمتهم. وطبعا رجعت فرمت الراس اللي قمتهم، لانه بحس الكزبرة ما بينكب منها شيء الا الوراق اللي مو صالحة، يعني اللي فيها لون اصفر. هلا هيك بعد ما خلصت تفريم الكزبرة والبصل اجا دور الثوم. هلا هذا الثوم كله أنا استخدمته. يعني هي بتاكل كمية توم منيحة. ليش بقولكن هي يعني ما شاء الله أكلة بتحب الشغلات الطبيعية كتير. هلا بقشر التوم، يعني ما شاء الله نازل التوم هلا موسمه، حسيته لأنه كتير كتير كويس وظريف. بدي أشكركن يا بنات على كل وحدة بتعلقي تعليق حلو. وكل بنوتة بتشوف الفيديو حبيبة قلبي لا تنسيني من الاشتراك، لأنه انت هيك بتساعديني انه قناتي توصل لأكبر عدد من المشاهدين. الله يجبر قلبكم وخاطركم يا رب. هلا الجو ما شاء الله عم يتعدل شوي، كان في موجة شوب مرقت كتير قوية. انا بحسها على كل البلدان مرقت، مو بس عنا هون. حتى بسوريا في الاردن اجت هاي الشوبة. الله يجيرنا هيك يا ربي من نار جهنم. هلا هيك بعد ما خلصت تحضير الكزبرة والثوم والبصل اجا دور العجينة. هلا لازم العجينة ترقوها وتقطعوها كيف ما بتحبوا. طبعا هون هاي تدخلات ولادي. انا عملت الطحين مشان رق العجين، لقيتهم عم بيلعبوا فيها. هيك بحبوا سبحان الله الاولاد اللي يلعبوا بالطحين والعجين. انتوا خبروني اكيد اولادكم لما بتشتغلوا بالعجين بحبوا يساعدوكم. هلا هيك برق رقيق العجينة. مشان لازم تكون رقيقة، ولا رقيقة ولا سميكة، يعني يكون رقها رفيع شوي مشان اول شي تستوي معك وتكون خفيفة بالاكل. والعجينة كتير سهلة. أنا جربتها بالمعكرونة. هلأ لأنه بدك تعمليها مثلا أنتي هيك سريعة بتقدري تعمليها بالمعكرونة. في نوعية خاصة هلأ منزلينها شرائح مثل ما بتقطعيها. هلأ العجينة هي نفسها منزلين نفس النوعية هيك شرائح، وبتقدري تجيبيها وتطبخيها. يعني كتير سهل الموضوع علينا. انت يعني شو متوفر عندك فيك تعملي. بس انا بحب اني هلا هو متوفر وفي موجود حوالي، بما انه جنبي في سوق كبير بيقولوا له هون سوق بقوليات وهيك قصص. انا بلاقيها موجودة. بس بحب انا العجينة اكتر من المعكرونة. كتير أكلة صيفية هاي بامتياز. أكلة جمعات. عصرية حلوة هيك لمة بنات حلوة. جمعة عند أهل، يعني الحمد لله رب العالمين بنحاول إنه نقدر يعني
نهون حياتنا بأبسط التفاصيل. لازم يا بنات بين كل تقطيعة وتقطيعة تحطي عجين مشان العجين ما يلزق على بعضه. ولما تقطعيه يكون كل حبة بحبتها، لأنه لو ما حطيتوا طحين بيلزق، حتى لما بتحطوه بالطبخة بجبل هيك بيمسك على بعضه. هلا شوفوا كيف حقطعها طوليا، يعني كل ما حقطع شوي انا ححط طحين مشان تضلها مفرفدة. ما شاء الله طلعت العجينة طرية معي هالمرة، سبحان الله مرات بتطلع قاسية ومرات بتطلع طرية، يمكن على نوعية الطحين اللي بكون بستخدمه. هلا هيك بتكملوا تقطيعها. هلا اذا عندكم وقت فيكم تحطوها هيك شوي تتنشف، ما عندكم وقت تطبخوها مثلي هيك، انا طبختها دغري بعد ما كملت الكمية كلياتها. بلش هلا لازم نطبق الطبخة. حلاوتها هاي الطبخة بدها تطبيق بس، يعني ما بتشيلي همها هلا بدي احط وهلا بدي اقلي وهلا بدي اقلب، لا هلا بتطبقي تطبيق، بتحطي العجينة بس لما كل ما تحطي شوي وشوي قلبيهم مشان ما يجبلوا على بعض. هلا هيك اخر كمية مع اننا نزلتهم مع بعض، يعني مشان اتأكد انه ما جبلوا على بعض. هلا هون بنزينها بالخبز المقلي، وبنزينها بالبصل المقلي والكزبرة، ولو متوفر عندكم رمان كمان حطولها، بس انا ما كان متوفر عندي رمان، ما اكتفيت بالبصل والكزبرة والخبز المقلي. الخبز المقلي كتير طعمه طيب معها، سبحان الله بيعطيها طعمة تانية. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة.
وجربوها اكيد، انا متأكدة انها تعجبكم. يا ريت لو كل حدا بده يجربها او بحبها او بيعرفها يكتب لي بالتعليقات رأيه. هيك مثل ما شايفين طريقة التزيين بترجع لك انت كيف بتحبي تزيني بتزينيها. هلا هون الكزبرة بتقدري تحطيها خضرة، بتقدري تقلبيها بشوية زيت، يعني انتي يعني كل واحد ورغبته، هيك طيبة وهيك طيبة. هيك حطت لها الكزبرة، حطت لها البصل. بحط لها هلا كمان بصل مع الكزبرة مع الخبز. وبنات جربوها وكلوها باردة، كمان كتير كتير حتفرق معكم بالطعم عن ما تكون سخنة. هلا شفتوا البصل مقلي مثل البصل المجدرة، يعني ما في فرق عليه ابدا، بس سبحان الله نوعية البصل هالايامات اللي نازلة فيه نسبة مي كبيرة، بيغلب لحتى ينشف وينقلى مزبوط بقى. سبحان الله يعني، بس يعني اخر شي الحمد لله بينقلى وبصير مقرمش. ومثل ما قلت لكم زيته، انا زيت البصل كله حطيته بقلب الطبخة. هيك بكون خلصت هيك طبختي لليوم الخفيفة، ان شاء الله تكونوا حبيتوها يا بنات. يعني لو حبيتوها او عندكم اي استفسار بتقدروا تكتبوا لي بالتعليقات. الله يجبر قلبكم وخاطركم. وان شاء الله هيك تكونوا عم تحبوا اللي عم قدمه. لا تنسوني من اللايك والاشتراك والتعليق حلو مثلكم. ودمتم في حفظ الله ورعايته. سلامات.